شاب مسلم ارتكب المعصية المحرمة قبل صلاة الفجر بلحظات، لكن ما حدث له بعدها كان صادما وأذهل الملايين. لكن قبل أن نبدأ، إذا كنت مسلما لا تنسى دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. ولا تنسى الصلاة على الحبيب المصطفى، فقد قال رسول الله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قصة اليوم تحكي عن شاب يدعى أحمد، يبلغ من العمر 17 عاما. كان أحمد شابا مثل غيره يعيش حياته الطبيعية، لكنه بدأ يغتر بشبابه ويفكر في تجربة أشياء جديدة. في البداية كان تصفحه لمواقع الإنترنت من باب الفضول فقط دون نية التعلق بها، لكنه مع مرور الوقت بدأ يشعر بالانجذاب لهذه العادات السيئة، وأصبح يتصفح هذه المواقع المحرمة يوميا حتى وقع في الإدمان دون أن يشعر. كان أحمد يعتقد أنه قادر على التوقف في أي وقت، لكن الواقع كان مختلفا تماما. أصبح يجد صعوبة في الابتعاد عن هذه العادة السيئة، ومع كل مرة يشاهد فيها هذه المحتويات كان يقول لنفسه: هذه ستكون المرة الأخيرة. لكن الحقيقة أنها لم تكن الأخيرة أبدا. مع مرور الأيام بدأت صحة أحمد تتدهور تدريجيا، وبدأ يشعر بالخمول والكسل، وانعكس ذلك على دراسته وعلاقاته الاجتماعية. وفي إحدى الليالي أخذ أحمد هاتفه كالمعتاد، وبدأ يشاهد تلك المواقع المحرمة، وارتكب العادة المحرمة قبل أذان الفجر بدقائق. فجأة سمع صوت المؤذن ينادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح. لكنه شعر بضعف في جسده وكسل في إرادته، وقال في نفسه: غدا سأبدأ من جديد، غدا سأتوب. ولكن هل أمهله الغد؟ في صباح اليوم التالي تأخر أحمد في الاستيقاظ بشكل غير طبيعي، مما أقلق والدته. دخلت والدته غرفته لتوقظه، لكنها صدمت عندما وجدته لا يستطيع تحريك نصف جسده. لقد أصيب أحمد بشلل نصفي. نقل على الفور إلى المستشفى، وبعد إجراء الفحوصات الطبية أخبره الأطباء بأن حالته ليس لها علاج واضح، وأنه قد لا يعود كما كان. في تلك اللحظة شعر أحمد بندم شديد، وأدرك أن هذا ما هو إلا عقاب من الله على أفعاله. كان يسمع الأذان يوميا، لكنه كان يفضل النوم على الصلاة. كان يؤجل التوبة ويمني نفسه بالغد، لكنه أدرك الآن أن الغد قد لا يأتي أبدا. عندها رفع يديه إلى السماء وقال بقلب خاشع: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الدرس المستفاد من القصة: أيها الأحبة، لا تؤجلوا التوبة، ولا تجعلوا الشيطان يزين لكم المعصية، فكم من شخص قال غدا لكن الغد لم يأتي أبدا. ابدأ الآن واطرق باب الله برحمة وخشوع، فالله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا لمن تاب وأناب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واهد شباب المسلمين إلى طريقك المستقيم يا أرحم الراحمين. قبل أن تغادر لا تنسى الصلاة على النبي، وادعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.